أنا من الصعيد، كنت دايمًا باسمع كلمة شرف العيلة أكتر ما باسمع اسمي. أمي ماتت وأنا عندي 12 سنة وأبويا كان قاسي جدًا. كبرت وفي يوم غلطت غلطة عمري، حبيت شاب من البلد وعدني بالجواز، خدني في لحظة ضعف وبعدها هرب وسابني لوحدي. وأنا في الصعيد البنت اللي تغلط حتى لو ضحية حكمها معروف. أبويا أول ما عرف طردني من البيت قدام الناس وقال بصوت عالي: دي ما بقتش بنتي واللي يشوفها يقتلها. رحت على القاهرة مش لاقية آكل، نمت في الشارع أيام وبعد كده ست في نص الليل قربت مني وقالت: تعالي معايا هتشتغلي وتاكلي وتشربي. ما كنتش فاهمة إن الشغل ده يعني أبقى فتاة ليل. سنين طويلة وأنا حاسة إني كل يوم بموت موتة جديدة، عيوني مش بتشوف النوم وقلبي ما فيهوش سلام. الفلوس موجودة بس الكرامة والشرف والأمان راحوا. فمرة وأنا راجعة البيت آخر الليل لقيت نفسي واقفة قدام باب الجامع، عيوني دمعت وقلت لربنا: يا رب هو أنا ينفع أبدأ من جديد وتقبلني؟ بس كل مرة أفكر أهرب، بخاف هروح فين؟ أبويا مش هيقبلني والناس اللي في البلد هتقتلني، ولو فضلت هنا هضيع كل يوم أكتر. دلوقتي لو كنت مكاني كنت هتكمل العيشة دي ولا هتغامر وتواجه مصيرك حتى لو كان الموت؟ ولا يمكن عندك حل تالت أنا مش شايفاه؟